من الطبيعة مع ولاء معرفي. مثل ما يقولون الشعر تاج المرأة، شلون ممكن ولاء تحافظ المرأة على شعرها وتمنعها من التساقط؟ اللي عندها مشكلة تساقط لازم تسوي فحص الحديد في الدم قبل أي علاج. تساقط الشعر شيء طبيعي بعد الولادة لاختلال الهرمونات في الجسم، بس اليوم راح أعطيكم خلطة لتنبيت الشعر تستخدم لمدة 6 أشهر، لأن دورة نمو الشعر 6 أشهر. راح ناخذ ملعقة من زيت الإيلانج إيلانج العطري، ملعقة من زيت النعناع العطري، وملعقة من زيت إكليل الجبل العطري. نخلط المكونات، نحط 3 نقاط تقريبا إلى 5 نقاط على فروة الرأس ليلة وترك قبل النوم. هذه النقاط راح تنشط الدورة الدموية منطقة فروة الرأس، وبالتالي تنبت الشعر. نقص كمية الحديد في الدم أيضا جدا شائع وتعاني منه السيدات، ومن أعراضه تساقط الشعر مثل ما قلنا، واصفرار الوجه والدوخة الدائمة. عندنا اليوم شراب أعشاب اللي تحتوي على كمية من الحديد ممكن يساعد في بعض الحالات مثل حالات تساقط الشعر. راح ناخذ نص كوب جذور هندباء جافة، نص كوب أوراق هندباء جافة، ربع كوب قراص، ربع كوب أوراق توت أحمر، ربع كوب الفالفا، وربع كوب ثمرة الزعرور البري. هذه كلها راح نلاقيها عند العطار أو في الأماكن المتخصصة. نخلط المكونات، نغلي كوبين ماي ونضيف الخلطة ونغليه على نار هادية لمدة نص ساعة، بعدين نصفيه ونرد على نار الهادية إلى أن يصبح مقدار الماء كوب واحد، ونضيف له نص كوب عسل. خليه يبرد ونحطه في وعاء محكم الإغلاق في الثلاجة. طريقة الاستعمال إن ناخذ ملعقتين كبيرتين 3 مرات يوميا. طبعا هو صالح لمدة 2 إلى شهر بالثلاجة.